السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعين قناة تربية الطيور مع الحوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. الفيديو ده بقى فيديو استثنائي، ليه؟ لأن احنا في ناس بلغتنا أو قالت لنا إن البيضة ديت موجود فيها بيضة جواها. فاحنا هنشوف الكلام ده قدامكم دلوقتي، بس قبل ما نشوف القصة دي ونتأكد منها مع بعضنا، يعني كل الناس اللي عارفة أو اللي معروف أو الدارج إن يبقى فيه إيه؟ بيضة بصفارين. ليه؟ لأن بيكون عنقود البيض جاهز أو متكون فيه اللي هي كاس المح أو كاس الصفار، يعني أو الصفار زي ما انتم عشان نسهل على الناس. فممكن يسقط في قناة المبيض صفرين فيتكون عليهم الالبيومين او البياض. ماشي. وبعد كده القشره، لان القشره بتتكون تقريبا في 20 ساعه من تكوين البيض. يعني كان في ناس تيجي تقول لك ايه، او في بعض الناس زمايلنا يعني في الفيديوهات يقول لك ايه، يقول لك انا ممكن اخلي لك الفرخه تبيض بيضتين في اليوم. طبعا ده كلام مش مظبوط زي ما قلنا قبل كده، يعني لان هي بتتكون في 24 ساعه، تتكون في 24 ساعه تبقى بيضتين؟ يعني مفيش، هي قناه واحده وبتكون ان هم ال 24 ساعه بتكون لك البيضه. يعني بقى احنا ايه القصه؟ لا، لكن انت ممكن تزود البيض عن طريق انك تزود اللي احنا ايه سلسله البيض، بدل ما تبيض يومين تبيض 3 4 ايام كده يعني. لكن الموضوع ان البيض يعني تبيض بيضتين، ده شيء ايه طبعا قلنا قبل كده عليه ان هو ما ينفعش. فان هي تبقى هي متكونه فبيضه بصفرين عادي، وبتحصل وموجوده كتير وشفناها. لكن بيضه جوه بيضه، ده امر انا مستغربه، وهنشوف مع بعض هو مظبوط ولا مش مظبوط. وبالاضافه كمان ان هي، طب البيضه اتكونت وخلاص، يعني هي المفروض ان هي في البربخ زي ما بيقولوا، وتكون قشره البيضه وكل حاجه، المفروض ان هي خلاص رايحه على المهبل عشان خاطر هتنزل، يعني مفيش فيها حاجه تاني، خلاص ما عادش في اي تكوين ولا اي حاجه. ايه اللي عطل الدنيا؟ ايه اللي كون عليها بيضه تانيه او القشره تاني؟ حاجه انا ما اعرفهاش، وهنحاول نشوف لو حد فيكم او حد عنده معلومه عن الامر ده ويفيدنا ويفيد الناس، مفيش اي مشكله خالص. احنا بنعملها زي ما بيقولوا ايه، للعلم بالشيء يعني. والناس لو في حد عنده معلومه في اي حاجه يفيدنا فيها مفيش مشكله. وما نقدرش نقول غير سبحانه وتعالى، يعني له في خلقه شؤون، قادر على كل شيء. يعني ان احنا نشوف بيضه جوه بيضه، دي حاجه يعني جديده، وهنشوفها مع بعضنا دلوقتي. احنا هنكسر طبعا البيضه قدامكم ونشوف ازاي البيضه جوه البيضه يعني. اتمنى ان الراجل يكون صادق يعني. احنا بنحاول بس نكسرها بالراحه، بحيث ان احنا ايه، لو في بيضه، لو في قشره جوه ما نكسرهاش، ما يبقاش احنا ايه بوظنا الدنيا. طب الحمد لله طلع كلامنا مظبوط، ده طلع بيضه بصفرين ما طلعتش بيضه جوه بيضه. طب ما ده ده مظبوط، ده بيحصل طبيعي. انما غير كده اي فرخه واكله في بيتها كويس تعمل ده، تجيب بيضه بصفرين. انما بيضه جوه بيضه لا، كده كلام مظبوط، مفيش حاجه اسمها قشره جوه قشره. وطلع الراجل بقى على قده طيب، يعني هو بيقول لنا بيضه جوه بيضه وهي طلعت بيضه بصفرين. وده امر طبيعي وحاله معروفه عند الناس كلها. واحنا اسفين لو ازعجناكم يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.